حسام حسن حتى هو بغى يدير روحو بطل. حسام حسن بغى يولي فيها بطل، بغى يولي فيها بطل، وهو فريقه ضعيف ومنتخب ضعيف وهو ضعيف تكتيكيا، وتجي تقول لهم حنا الدول القويه، حنا مصر بعدها سبحان الله العظيم عايشين غير بالكذوب. تخسروا تبكيو، تربحوا تبكيو، اي حاجه الا الخساره. من تخسر يا حلس حصلها في الحكم، يا يبكي، يقول الرشوه كيما ذاك اللاعب، يا بزاف. ولكن راهم يردوا عليكم. هيا ردت عليكم، ردت عليكم المغربيه، ردوا عليكم كل شيء. قال لك مالكم غير تنهزموا وتبكيو وشو تحصلوها في التحكيم. غدوه تمشي لكاس العالم حسام حسن غتبقى غير تشوف في الكره، غادي يبقاو يلعبوا عليك تيكي تاكا بهذه العقليه اللي عندك. لانه انتم ما عايشين مع ربحه وحده ما درتهاش في كاس العالم. حياتك كامله ما ربحتش مقابله في كاس العالم، حياتكم كامله ما درتوش مقابله زينه في كاس العالم. لانه علاش؟ لانه يعصروكم تما التحكيم. والعقليه هذيك ديال اللعابه والرشوه، تما دير اي خطا مشيت، وسيرتو في امريكا ورانا عارفين كيفاش غتمشى. بصح تجيو تبكيو على الشعب وتبكيو راح داروا لنا غير باش تغطيو على الفضيحه ديالكم اللي ما درتش محاوله، ما درتش تسديده على الشبكه. انت تسديده ما درتها في دقيقه 95 دقيقه 95 94 عاد درت تسديده واحده. ماشي حشومه تهضر على صاحبي نورمال متحشم وتجي تقول لهم حنا كنا عيانين، حنا فريق ضعيف. من الاخر تجيو وتستعرفوا بان فريق ضعيف. راه حشومه تبقاو تحصلوها توجور في التحكيم، حشومه تبقاو ترميو الفشل ديالكم في التحكيم. نتوما الفريق المصري كان في واحد الوقيته ديال ابو تريكه، ولكن اليوم نهاريتو كاملين، ما عندكمش منظومه كرويه، وغادي تمشيو على هذا الفشل واحد 20 عام 30 عام على هذا الفشل. علاش؟ حتى تهودوا هذيك حنا الاولى، حنا عندنا 7 ديال الالقاب، حنا ما توصلوناش. نهار تقلعوا هذيك حنا وحنا لانه الناس باش بنات الامم ديالها بحال دوك اوروبا باش بنات الدوله ديالها، ما بقاش تقول لهم حنا. اوروبا ما لحد ساعه ما تقولكش حنا الاولى في العالم، لحد ساعه امريكا ما تقولكش حنا الاولى في العالم، لحد ساعه الامم ما يقولكش حنا الاولى في العالم. المغرب حتى هو عنده قطار تيجي فيه خدام ملاعب في العالم، احسن ملاعب في افريقيا، وحتى مغربي ما شفتو قال لك حنا الاولى في العالم اللي عندنا احسن ملاعب. ما خرجوش المغاربه وقال لك حنا الاولى في افريقيا اللي عندنا تي جي في، ما خرجوش. بصح تبقى بهذه العقليه ديالك حنا كيما صحافه الزيكو ديالنا اللي توجور حنا راه عمرها ما غادي نطفروها، عمرها ما تزيدوا لقدام، لا الدوله ديالي ولا مصر ولا والو. تونس من عرفت واش كاين ومشاو للمغرب الشعب ديالها واستقبلوهم احسن استقبال، كاع شكروا المغرب. لانه علاش؟ تونس هي عندها ثقافتها وعارفه واش كاين فيها. بصح حنا ومصر نقسم لكم بالله الا رانا ندوروا غير واحد الحاجه ندوروا فيها. هاني وريتكم كامل المصريين عقلتهم كيفاش يفكروا. وريتكم ها ولا كاينه حقا قبل ما نمشيو كاينه قرعه كاس افريقيا للسيدات، المغرب والجزائر. ها المقابله جات، يلا تلعبوا سيدات. راكم لعبتوا كاس افريقيا هذه المره، نشوفكم كاس افريقيا غادي ديروا 2026 كيفاش غادي ديروا فيها. وغتكون ماتش كبير، غادي يكونوا الملاعب مولاي الحسن، ملعب البريد وملعب يمكن العربي الزاويه وملعب فاس. هذا الشيء يتحط، ولكن مازال ما عارفينش. بس هذه جوج ملاعب ديال ملعب البريد وملعب مولاي الحسن غادي يكونوا واجدين، راه واجدين اصلا باش تلعب فيهم كاس افريقيا السيدات. يلا عطيونا حنا تيديكم. هذه من جهه. حافظ الدراجي والاعلام ديالنا والاعلام ديال مصر ومصر نفس العقليه ونفس التفكير، لانه نفس تفكير دوله. ومن تكون تفكر بحال هكا وتبغي تطلق ديما هذيك الشعار ديال المؤامره الكولاسه، حنا حاقرين، حنا دايرين، حنا الاول في كل شيء. كيما هذا احمد حسن، حنا الاول، حنا عندنا 7 القاب، العنطريه، ولكن انت زيرو، انت خاوي. حال الجمهور كان يشجع ضد، انت عمرو شجعت المغرب؟ يا كان المغرب لعب كاس افريقيا في 2019 في مصر، يا كان المغرب لعب كاس افريقيا في شجعتوها؟ ها هما المقابلات مع ناميبيا مع البنين ما نلعب خاوي. شجعتوا نتوما شي دوله باش غادي تشجعكم؟ حشومه تجي تقول الناس شجعوني. الناس عندها الحق تدخل تشجع اللي بغات، عنده الحريه يشجع اللي بغى، يشجع السنغال، يشجع اللي بغى، وعنده الرباح يشجع السنغال وما يشجعكش انت، لانه انت بفمك انت ما غاديش تشجعك، بفمك انت انت درك وليت غادي تلعب المرتبه الثالثه في ملعب في ملعب محمد الخامس والدار البيضاء. شفت المستوى ديالك، وهكاك وغتربحك نيجيريا في الرتبه الثالثه وتطلع الثالثه، لانه انت فريق ضعيف، انت ما عندكش تاكتيك، انت غير جاي من كملة المقابله واش ندور نحصلوها في الجمهور ونحصلوها في التحكيم. وكانوا باغيين يخرجونا ورانا عارفين شكون اللي كان باغي يخرجنا. هذه هي الاسطوانه ديالك. بصح تاكتيكيا ولعب في وسط الميدان ما عندكش.